الزيتون عملها معانا السنة دي وطلع سعره نار. يعني ما ينفعش بقى نعمل كميات زي ما كنا بنعمل كده 5 كيلو و10 كيلو والحاجات اللي كانت بتبقى من السنة دي. كترنا قوي لو عملنا كيلو، كيلو ونص او 2 كيلو. ماله بقى ابو 10 جنيه الحلو اللي مالي الاسواق ده؟ ماله يا جماعه ماله؟ انا عن نفسي بعترف وبقر ان انا ما كنتش بحب الليمون، بس بامانه الطريقتين دول، او اول مره اخلي الليمون ويطلع معايا زبده بالمنظر ده، حاجه كده عسل عسل. احلى منظر بقى كده لما تحب تلاقي كام بطرمان كده من المخلل بتاعك محطوط على الرخامه. الله. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، وتعالوا نشوف طريقتي في عمل الليمون. هنعمل مع بعض النهارده طريقتين. حطيت ميه تغلي على النار، وكان عندي جبت كيلو ليمون، وكان عندي نص، بقى عندي كيلو ونص. ده اللي انا هستخدمه بصراحه، يعني ما كنتش متخيله ان هي تطلع حلوه كده. طيب، اول حاجه هعملها ايه؟ غسلت كل حاجه وما تبخليش في النظافه، يعني الليمون ده تغسليه واحده واحده كده بايدك، لان بيبقى عليه طبقه كده، وبعد كده لما بيتغسل كويس بتلاقيها راحت كده. وبعد كده بقى حطيت الفلفل والجزر وكله مغسول ومتصفي كويس. هبدا بقى اشتغل على الليمون اللي انا هعمله بالطريقه الاولانيه، اللي هي اسمها مكبوس الليمون. اول حاجه هبدا ان انا اقطع الحرفين بتوع الليمونه، من حرف من هنا وهنا، عشان ده المكان اللي بيبقى موجود فيه المراره بتاعة الليمون. وكمان هشقه كده واحط واشيل منه البذر، يعني اقسميه نصين عادي وشيلي منه البذر اللي من جوه عشان ما يمررش معاكي. كنت متخيله الطريقه دي لاني بامانه اول مره اعملها. انا شفت شيفات محترمين حلوين كده زي العسل عملوها، فانا قلت هجربها، فجربتها في كميه صغيره. دايما انتوا اعملوا كمان زيي، دايما لو شفتي اي وصفه جديده عليكي او ما جربتيهاش قبل كده، ما تتسرعيش وتعملي كميات، اعملي كميه صغيره طلعت معاكي حلوه كرريها مره واتنين وتلاته. طيب انا عملت ايه بقى؟ بشرت جزرتين حلوين كده، وعملت الفلفل ضربته في الكبه، هقطعه كده بس خلي بالك ايدك من الفلفل. لو عندي جوانتي كنت لبسته. للاسف ما كانش عندي، فما كنتش هينفع اوقف بقى تصوير لغايه ما اشتري والكلام ده. فما تقلقيش، حتى لو ايدك حرقتك شويه كريم كده بتوع البشره او بتوع الجسم وحطيهم على ايدك واغسلي ايدك بعد كده بيبقى زي الفل. طيب ضربت بقى الفلفل الاحمر، خدت نصه ركنته على الجنب عشان هنعمل بيه الطريقه التانية، ونص دوت حطيت 3 فصوص توم، ما تكتريش توم عشان ما يبقاش تقيل معاكي في الاكل. وبعد كده ضربته بالتوم عشان يتهرس مع بعض، وادي الجزر المبشور وادي التوم. هاخد بقى الليمون بقى ايه، انا شفتهم بيعملوا الليمون على طول، فانا خفت من حته ان انا اعمل الليمون على طول دي. انا نزلته بس في ميه سخنه لثواني، ميه سخنه لثواني وطلعته. آه، للاسف الكبه عندي السكينه بتاعتها مش عارفه ما بقتش تقطع كويس ليه او تبشر كويس. حد يبقى اكتب لي في التعليقات حلها ايه، بشتري سكينه جديده ولا السكاكين دي بتتسن زي زي السكاكين؟ يعني فهموني، بصراحه ضايقتني جدا اليوم ده. المهم انا حطيت شويه من حبه البركه وشويه من العصفر، معلقتين من ملح الخشن، وده احلى حاجه تخلي لي بيها يا جماعه. ملح الخشن ده حلو في التخليل جدا جدا جدا، افضل من الملح الناعم بكتير. طيب قلبي بقى كل المكونات دي، الفلفل، الجزر، الفصين الثوم، الليمون اللي احنا ضربناه، العصفر، حبة البركة، الملح، شوية من الخل صغيرين. وضربت بقى كل ده كده زي ما انتم شايفين كده وعبيته في بطرمان. عايزة اقول لكم انا عاملة الفيديو ده من يومين، يعني مصوراه تقريبا من يومين. عايزه اقول لكم ان انا لو انت عايزه تعملي بقى دايت اوعي تعملي الوصفه دي، لان هي فاتح للشهيه بجد بجد يا جماعه. هي فعلا فاتح للشهيه مع الطعميه مع الفول مع الاكل. عايزه اقول لكم كمان طلع مصلحه ان الليمون ما اتضربش، يعني الليمون كقطع كده القشر بتاعه حلو قوي، ان انا بقيت اطلع كده كانها ايه بتاكليها بايدك، يعني مش كله غموس. ففاتح للشهية بصراحة، حلوة قوي قوي الخلطة دي، جربوها. كمان دخلتها كمان في تتبيلات، يعني هقول لكم بقى تابعوني على القناة وهقول لكم انا دخلتها في تتبيلات ايه. تعالوا بقى نشوف بس بقية الليمون عملنا فيه ايه. شقيته 4 تربع زي ما انتم شايفين كده، طبعا مش للنهاية. وبعد كده رحت على نفس المية اللي كنا بنسلق فيها او نزلنا فيها. طب انا عايزة اشوف الليمونة استوت ولا لا، هعمل ايه؟ هجيب بولة كده فيها مية ساقعة واحط بقى الليمونة واشوفها، لقيتها متماسكة. انا مش عايزاها تستوي يا جماعة، انا عايزاها، شايفين الجلدة متماسكة من بره الجلدة شوية ومن جوه خلاص هي استوت كده تمام. طلعته وركنته كده في البولة، وهبدأ أعمل الخلطة بتاعته اللي هي عبارة عن شوية من العصفر، شوية من حبة البركة، شوية من الملح الناعم عشان هحشي بقى ايه الليمون ده من جوه. طب ايه الخلطة دي بقى يا نهى؟
عارفين اللي احنا عملناها من شويه، خدت منها حبه بس كده سبتهم في البوله، زودت عليهم بقيه الفلفل الاحمر اللي انا كنت ضربته في الاول، وادي بس كده. وهعمل بقى ايه بقيه الليمون اللي معايا هحشيه بالخلطه دي. عايزه اقول لك انت، ما هو مش هيكمل معاكي 3 4 ايام وهتاكلي منه، يعني بجد بجد والله العظيم طعمه تحفه. انا ماليش تقل على الليمون قوي، عشان كده انا مش بجيب كميات كبيره، بس بجد لما انا عملته كنت بخاف ان انا اعمله، عشان اخاف ان هو يقعد يعني. لما عملته كده بايدي، وبنتي اللي شجعتني عشان بنتي بتحب الليمون، وابتدينا ناكل منه بقالنا يومين، لا حاجه تانية حاجه تانية بجد. كان بس ناقصه كام شويه فلفل كده، للاسف للاسف ما كنتش عامله حسابي وما لقيتش فلفل. المهم انا عقمت البطرمان، حطيت له شويه خل ورجيته كده، وبقى هاخد الخلطه بتاعتي دي، الزبده دي كلها على بعضها، شايفين؟ هي مش محتاجه كلام، مش محتاجه. تعالوا بقى اقول لكم بس هنعمل لها محلول ايه. على فكره انت لو عامله كميه في بطرمان، زي شايفين البطرمان التاني، انا مزودتش عليه اي حاجه غير على وشه شويه زيت، وهو بيساوي نفسه بنفسه. هنا بقى انا حطيت لتر من الميه، وحطيت معاهم آم، معلقه واحده من السكر، وحطيت معلقتين من الملح الليمون. دقت المحلول يا جماعه لقيته محتاج معلقه كمان، حطيت 3 معالق ملح خشن على لتر الميه، وما خدتش كمان الميه كلها. هنا بقى خلاص حطيت الميه، واستخدمت ميه سلق الليمون. ما تخافيش، محدش يقولك ده بيمرر، بالعكس، دي عايزه اقولك ان دي كنز، سواء في التخليل او في حاجات تانية. تابعيني بس لغايه الاخر الفيديو، اوعي تكوني لسه ما عملتيش لايك ومتابعه الصفحه واشتراك في القناه، احسن هزعل منك قوي. شجعونا كده بلايكاتكم، بنتعب والله العظيم عشان نحاول نقول لكم كمان المصداقيه في الحاجات اللي بتشوفوها الصح. ده يعني لازم تعمليه، والتاني طبعا اساسي كلنا عارفينه. عايزه اقول لك بقى، ميه الليمون دي كنز، اوعي اوعي ترميها. شويه ميه ليمون مع شويه من المعطر مع شويه من الكلور السايب او الخام، وده بقى ايدك ورجلك في مسح وفي كل حاجه. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم